تخيل إنك ماشي في الضلمة بالليل على طريق زراعي ورايح بيتك بعد يوم طويل، مفيش صوت غير صوت رجليك على الأرض. فجأة تسمع صوت ناعم بيناديك باسمك، تعالى. بتتجمد مكانك، بتحاول تقنع نفسك إنه خيال، يمكن حد بيهزر، بس الصوت بيتكرر، نفس النبرة نفس الاسم. بتلف وشك ناحية الصوت وتبص، مفيش حد، لكن جواك في حاجة بتشدك تروح هناك وكأنك مسحور. ده مش حلم وده مش خيال، دي النداهة. بس في الأول كده لازم تعرف إن القناة بقت 100 مشترك بس، فحاول بقى تدعمنا باشتراكك الجميل في القناة والكومنت الأجمل. وعموما بلاش نطول كتير، خلونا نبدأ. أنا إسلام سيد ودي قناة صندوق الدنيا. البداية حصلت سنة 1980 في نجع 7. الليلة كانت هادية زيادة عن اللزوم في قرية اسمها نجع 7 في قلب محافظة أسيوط. الساعة كانت حوالي 2 بعد نص الليل والناس نايمة، أو على الأقل المفروض إنها تكون نايمة. لكن عبد العال، راجل في أوائل الثلاثينات، كان لسه صاحي. كان راجع من الغيط متأخر وتعبان وعايز ينام، لكن وهو معدي جنب الترعة سمع الصوت، صوت ناعم واطي مبحوح شوية بينده عليه: عبد العال تعالى. وقف في مكانه، قلبه بيدق جامد. الصوت كان جاي من الناحية التانية من الترعة، بس الترعة فاضية ما فيهاش حد. ابتسم لنفسه وقال أكيد إن هو تعبان وإن ده صوت في دماغه، وكمل مشي عادي. لكن الصوت اتكرر تاني وتالت بنفس النبرة بنفس الاسم، وكل مرة بيقرب أكتر. عبد العال بقى مش حاسس برجله وكأن الصوت بيسحبه. تاني يوم الصبح اختفى ومحدش لقاه. فضلوا يدوروا عليه أيام، ولما لقوه كان في الترعة. الناس قالت إن ملامحه كانت غريبة، كأنه شاف حاجة مش مفهومة أو سمع نداء ما قدرش يقاومه. طيب مين هي النداهة؟ النداهة هي واحدة من أكتر الأساطير الرعب المنتشرة في الريف المصري. كائن بيظهر على شكل ست جميلة بشكل مش طبيعي، بجمال فوق أي تصور. شعرها طويل وناعم وعيونها بتلمع في الضلمة. بتقف دايما عند الترعة على حواف الحقول أو بين الأشجار، وبتبدأ تنده على الضحية. بس اللي يرد بيروح وما بيرجعش، وإن رجع بيرجع مش طبيعي، تايه، مش فاكر هو شاف إيه، أو بيرجع جثة غرقانة. ومن القصص اللي الناس حكتها، في قصة مشهورة في قرية صغيرة في دلتا مصر. واحد كان اسمه سعيد، شاب معروف في القرية. في ليلة من ليالي الصيف وهو راجع من القهوة متأخر، سمع صوت بينادي عليه من الناحية التانية للترعة. الناس قالت إنه اختفى 3 أيام. لما رجع كان وشه شاحب، جسمه تعبان، وعينيه بتلف كأنه بيشوف حاجة الناس مش شايفاها. ما حكاش أي حاجة، بس بعد أيام غرق في نفس الترعة اللي كان فيها صوت بيناديه. ونفس الفكرة برضو موجودة في ثقافات تانية. يعني مثلا لو انت كنت من المغرب فأكيد سمعت اسم عائشة قنديشة، غالبا هتلاقي ان الناس بيهمسوا بيه ومحدش بيحب يقوله بصوت عالي، خصوصا بالليل. الأسطورة بتحكي عن ست فائقة الجمال بتمشي حافية، رجليها شبه رجل الجمل، بتظهر للرجالة بس في أماكن مهجورة أو على أطراف المزارع، وبتشدهم بجمالها وبعدها يختفوا. الناس هناك بيقولوا إن هي أصلا كانت ست حقيقية مقاومة مغربية من زمن الاحتلال البرتغالي، واستخدمت جمالها علشان توقع الجنود واحد ورا التاني لحد ما ماتت مقتولة وتحولت لروح بتنتقم من الرجالة لحد النهاردة. المخيف بقى إن في ناس بيقولوا إن هي مش روح، دي جنية من نوع العاشق، بتلبس الناس وبتظهر ليهم في الأحلام وتسيطر على عقلهم وجسمهم. وساعات بيقولوا إن هي تتحول لأصوات في ودانك زي النداهة بالظبط. بس الفرق إن اللي بيرد على عائشة مش بيموت، بيعيش، بس بيكون مش بني آدم. وفي الخليج خصوصا في السعودية والإمارات في اسم بيراقب الكبار قبل الصغيرين، اسمها أم الدويس. بيوصفوها إن هي ست فاتنة الجمال، ملامحها مستحيل تتنسي، صوتها هادي وضحكتها مريبة، لكن هي تخفي جسم نصه حيوان، ضوافرها طويلة وعيونها بتلمع في الضلمة. بتظهر فجأة في الصحراء أو بين البيوت القديمة، وغالبا بتروح للرجالة اللي عايزين يعملوا علاقات غير مشروعة، واللي يشوفها بينجذب ليها ويمشي وراها من غير ما يحس. بس فجأة بيتحول جمالها الهلاك، يا بتنهش ضحيتها يا بتختفي بدون أي أثر. وفي شيوخ قالوا إن هي جنية من قبائل العالم السفلي، بتعاقب اللي بيغلط في حق مراته أو أهل بيته، واللي يحاول يصورها أو يقرب ليها حياته بتتلخبط ويحصل ليه مصايب ورا بعض وكأنها لعنة. الغريب إن القصة دي مش من زمان، دي مستمرة لحد دلوقتي. ناس في العصر الحديث بيحلفوا إن هم شافوها
أو على الأقل سمعوا ضحكتها قبل ما يحصل ليهم حاجة مش معروف إيه هي بالظبط. وفي الأساطير اليونانية كان في مخلوق اسمه سايرين، أنصاف النساء، أو بمعنى صح عروسة البحر أو الحريات اللي بيعيشوا على الجزر المهجورة، وأخطر سلاح عندهم هو صوتهم. أغنية واحدة منهم كفيلة تخلي أي بحار يغير اتجاهه ويروح ناحية الجزيرة دي وهو مش عارف إن هو ماشي برجليه للموت. السفن كانت بتتحطم والبحارة كانوا بيختفوا، والناجين منهم كانوا بيحكوا على جمال لا يوصف وصوت أشبه بالحلم، لكنه في الحقيقة كان نداء للهلاك. العلماء بيقولوا إن الأسطورة دي ظهرت كتحذير قديم من البحر ومن الأصوات اللي الناس بيتهيأ لهم إن هم بيسمعوها وهم في حالة تعب أو هذيان وسط الأمواج. لكن في ناس لحد النهاردة بيقولوا إن هم سمعوا صوت غناء وسط البحر بصوت ست من غير ما يكون في أي مركب قريبة منهم. الغريب إن السايرين بتشبه جدا النداهة وعائشة كنديشة وأم الدويس، نفس الفكرة، ست جميلة صوت ناعم واللي بيسمعه بيروح. فالسؤال هنا، هو فعلا ده نفس الكيان وبينتقل من ثقافة لثقافة تانية، ولا هو مجرد خوف بشري من صوت بيجي من الضلمة ومحدش عارف مصدره؟ ونكمل تاني أساطير النداهة عن راجل كبير كان بيقول إنه شافها زمان وهو صغير، ومن وقتها وهو بيقفل بيته بعد الغروب وعمره ما مشي لوحده في الأرض. النداهة مش بس قصة بتتقال بالليل، دي أسطورة محفورة في قلب الصعيد، تحديدا في نجع سبع. وبعد حادثة حصلت هناك لواحد اسمه عبد الستار، الناس بدأت تخاف تخرج بالليل، حتى صوت العصافير بقى يضايقهم، وكل حد بيسمع اسمه بيتندي بيخاف أكتر وبيقرر إن هو استحالة يروح للصوت اللي بيندهله. الغريب إن بعد الحادثة دي بدأت تظهر روايات تانية من قرى حوالين النجع، كلهم بيحكوا نفس الحاجة، ست بصوت ناعم بتنده الاسم واللي بيمشي ورا اسمه بيختفي. واحد من أهالي النجع قال إن هو شاف بعينه أخوه بيمشي ناحية الترعة وهو بيكلم حد مش موجود وبيمد إيده كأنه بيسلم على حد، وبعدين بيقع في المية. لما طلعوه وشه كان عليه تعابير خوف قوية جدا وعينيه كانت مفتوحة كأنه شايف حاجة مرعبة قدامه، بس للأسف كان فاقد الوعي تماما ومفيش أي علامة على الحياة، والكلمة الوحيدة اللي قالها قبل ما يموت كانت بتناديني باسمي. الغريب إن في ناس بتقول إن النداهة مش بتظهر لأي حد، دي بتختار. في ناس بتقول إن هي بتظهر للناس اللي بيمروا بحالة نفسية صعبة، اللي دماغهم على طول مشغولة، أو اللي حاسين بالوحدة. اللي أغرب من كده إن ناس كتير قالوا إن النداهة ليها أكتر من شكل، مرة تطلع ليك على هيئة واحدة جميلة جدا، ومرة تبقى ست عجوزة، ومرة تبقى مجرد همسة في ودانك، وللأسف ما بتقدرش تقاومها. وكل اللي بيتقال إنه اللي بيمشي ورا الصوت يا بيرجع وهو في حالة غريبة ومش فاكر حاجة خالص، يا بيتقال إنه اختفى ومحدش لاقاه. والناس في نجع سبع كانوا دايما بيحذروا، لو سمعت الصوت بيناديك في الضلمة ما تردش حتى لو حسيت إنك تعرف الصوت نفسه. وفي الآخر إيه تحليل القصة دي؟ ده خيال شعبي ولا حاجة تانية؟ علم النفس بيقول إن الظاهرة دي ممكن تكون نتيجة الهلاوس السمعية أو البصرية اللي بتحصل بسبب التعب أو السهر. بس السؤال هنا، ليه كل الناس اللي اتكلمت عن النداهة وصفوها بنفس الشكل واللي بتحصل دايما في نفس الأماكن، جنب الترعة، جنب الأرض الزراعية وبالليل؟ وهو فعلا ممكن يكون في تفسير تاني غير دوت، حاجة احنا مش فاهمينها؟ وليه في ناس بتحلف ان هي شافتها او عاشت التجربة بنفسها؟ كل دي أسئلة ملهاش إجابات، بس الأغرب ان نفس القصة دي او نفس الأسطورة دي هتلاقيها موجودة في ثقافات تانية بنفس الفكرة تقريبا. يعني في بعض الثقافات في كائنات شبيهة جدا بالنداهة. وفي أمريكا اللاتينية في أسطورة اسمها لا يرونا، الست اللي بتعيط وبتندع على الأطفال عشان تخطفهم. نفس الفكرة، نفس الخوف، وللأسف نفس النهاية. والسؤال هنا، هي دي فعلا أساطير بتتقال من شعب لشعب، ولا في كائن فعلا بيتغذى على الخوف بيتجسد بأشكال مختلفة حسب الثقافة والمكان؟ وفي الآخر سواء كنت مؤمن بالنداهة أو شايفها مجرد قصة مرعبة من التراث الشعبي، فالفكرة نفسها مرعبة، إن في كائن بيقدر يجذبك من مجرد الصوت لمجرد إنه بيندهك باسمك. وفي الآخر لو أنت ماشي في الضلمة وفعلا لوحدك وسمعت الصوت بيندهك، هترد ولا هتكمل ماشي على طول ولا كأنك سمعت حاجة؟ اكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم في المحتوى اللي احنا بنقدمه، ولو الحلقة فعلا عجبتك ما تنساش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من قناة صندوق الدنيا.